أبنائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله من خلال الفيديو دوت هنشرح مع بعض يونت 8 بعنوان The Amazing World Around Us. The Amazing World Around Us يعني العالم المذهل حولنا. هنبدأ ب Lessons 1 and 2 بالدرس الأول والثاني. بس قبل ما نبدأ يا ريت ما تنساش تدعمنا بعمل سبسكرايب للقناة لو أنت أول مرة بتشوفنا، وعمل إعجاب بالفيديو وعمل شير ليصل لأكبر عدد من الطلاب. يلا من غير ما أطول عليكم نبدأ كلمات الدرس الأول والثاني. Lessons 1 and 2 الدرس الأول والثاني. Vocabulary يعني المفردات. Key vocabulary يعني المفردات الرئيسية. Crowded يعني إيه؟ مزدحم. وكلمة crowded دي صفة وبتساوي busy. Crowded صفة وبتساوي busy. Busy يعني مشغول، ومزدحم يعني إيه؟ Population يعني تعداد السكان. Population يعني تعداد السكان. Measurement يعني وحدة قياس. Measurement يعني وحدة قياس. building مبنى. building tunnel يعني نفق. country يعني دولة، وكلمة country كلمة منتهية بحرف واي وقبل الواي حرف ساكن، لذلك لما نيجي نجمعها نقلب الواي لايه؟ اي ونضيف اس، يبقى countries يعني دول، اللي هي الجمع كلمة country. بريدج يعني كوبري زي قصر النيل، بريدج يعني كوبري قصر النيل. desert road يعني طريق صحراوي. حرف الاس لو جبنا حرفين متحركين من هنا ومن هنا بدون توزيعات، يعني هنا ده حرف الاي حرف متحرك وده حرف الاي التاني متحرك، يبقى ديزرت يعني ايه؟ طريق صحراوي. ديزرت رود. تاور يعني برج يعني زي مثلا كايرو تاور، برج القاهرة، او ايفل تاور، او ذا لينينج تاور اوف بيزا، او برج بيزا المائل. فورست يعني غابة. Complete the following sentence. اكمل الجمل using the words in the box. يعني اكمل الجمل باستخدام الكلمات اللي في المربع دوت. population يعني تعداد السكان. country دولة. measurements يعني قياسات. tunnel يعني نفق. bridge يعني كوبري. they built a big knot under the sea. tunnel بنوا نفق كبير تحت البحر، يبقى tunnel يعني نفق. number 2 the underground goes through a long knot. the underground يعني المترو، goes يمشي through along bridge يعني عبر كوبري ايه؟ كبير. The knot of Cairo is about 20 million people. population يعني سكان القاهرة حوالي 20 مليون نسمة. China اللي هي دولة الصين is a big knot in Asia. يعني دولة كبيرة في قارة آسيا. famous places يعني أماكن مشهورة، ده في كتاب المعاصر بيج 63 صفحة 63. أماكن مشهورة. لوكسور تمبل يعني معبد الأقصر. تحيا مصر بريدج يعني كوبري تحيا مصر. كايرو ألكسندريا ديزرت رود يعني طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي. أبراج البيت كلوك تاور يعني أبراج البيت اللي هو برج الساعة في المملكة العربية السعودية. ذا بيراميدز اوف جيزا يعني أهرامات الجيزة. ذا بيراميد اوف الكاستل يعني هرم كاستيلو. الحمراء تاور اللي هو برج الحمراء في الكويت. بانكوك اللي هي مدينة بانكوك اللي هي عاصمة تايلاند. بانكوك. ذا لايبراري اوف الكسندريا يعني مكتبة الاسكندرية. ذا شانغهاي تاور يعني برج شنغهاي. ذا جوتارد تانل يعني نفق جوتارد في سويسرا. ليك بايكال اللي بحيرة بايكال في روسيا. سويسرلاند يعني دولة سويسرا. برازيليا طبعا ده بيج 64 صفحة 64 في كتاب المعاصر اللي هو كتاب الشرح بتاع الترم التاني. برازيليا اللي هي مدينة برازيليا في البرازيل. ذا ريد بيراميد الهرم الأحمر دوت في دهشور، ودهشور دي في مدينة الجيزة، محافظة الجيزة يعني. ذا 6 أكتوبر بريدج يعني كوبري 6 أكتوبر. تايلاند اللي هي دولة تايلاند. ذا كايرو تاور يعني برج القاهرة. ماونت إيفرست يعني جبل إفرست أو قمة جبل إفرست، دي أعلى قمة جبلية في العالم. ماونت كلمنجارو اللي هو جبل كلمنجارو. قصر النيل بريدج يعني كوبري قصر النيل. The Leaning Tower of Pisa
the leaning tower of Pisa يعني برج بيزا المائل، ده في إيطاليا. lesson 1 ده طبعا كلمات والأماكن المشهورة وأهم الكلمات. هنشوف كلمات الدرس الأول اللي هو lesson 1. ground يعني أرض، ground أرض. نايل بانكس، كلمة بانك يعني ضفة، نايل بانكس ضفة في النيل، نايل بانكس. لينك يعني يربط، لينك يعني ايه؟ يربط. يعني اقول مثلا ذا سويس كانال، قناة السويس. فور اكزامبل ذا سويس كانال، قناة السويس لينكس تربط ذا ميديترينيان سي البحر المتوسط اند ذا ريد سي والبحر الايه؟ الاحمر. exact يعني دقيق او بالضبط او محدد، exactly يعني بالضبط. research يعني بحث او يبحث او يجري بحثا. research يعني فيرب منها research والماضي بتاعه اخره ايدي والاسم منها research اللي هو البحث. فاكت فايل اللي هو ملف الحقائق اللي هو بيبقى فيه فول نيم الاسم بالكامل والادرس العنوان وجوب الوظيفة وجميع البيانات عنك. فاكت فايل ده هو اللي بيبقى فيه معلومات عنك. جس يعني ايه؟ يخمن، الماضي منها جست. ديلي يعني يومي او يوميا، يعني ديلي اكتيفيتيز يعني انشطة يومية، يبقى انا دي صفة. وممكن اقول I go to school daily بذهب المدرسة يوميا، يبقى ده حال. listen to الدرس التاني. سنتر يعني وسط او مركز، يعني نقول مثلا شوبينج سنتر مركز تسوق ماشي، او سبورت سنتر مركز رياضي او بمعنى كلمة وسط. describe يعني ايه؟ يصف. اقول مثلا البوليس اسكت ذا women طلب من المرأة to describe the thief انه يصل في اللص، يبقى describe يعني يصف. كويز يعني اختبار قصير او مسابقة، كويز. كابيتال عاصمة. For example بانكوك is the capital of Thailand، على سبيل المثال اقول مثلا بانكوك عاصمة تايلاند، او كايرو is the capital of Egypt او القاهرة عاصمة مصر. correctly يعني بطريقة صحيحة. طبعا الصفة اللي هي correct يعني ايه؟ صحيح. والحال منها بنضيف له ly بيبقى correctly. ماركت يعني سوق تجاري، يعني سوق تجاري زي سوبر ماركت. كومبير يعني يقارن، يعني ايه؟ يقارن. اكروس يعني عبر او خلال، اكروس ذا ريفر يعني عبر النهر، او اكروس ذا بريدج يعني عبر الكوبري. رولز يعني قوانين او قواعد. تورستس اللي هي سياح، جمع كلمة تورست. ترافيك اللي هو المرور، مرور. فيزيتورز زوار، يعني زوار. طبعا في الافعال الشاذة في الماضي البسيط لازم نحفظ التصريف الثاني للفعل. فعندي البيلد يعني يبني، التصريف الثاني بتاعه بيلت، والتصريف الثالث بيلت اللي هو الباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث. هيت يعني يضرب، هيت. words and opposites الكلمات وعكسها. كلمة وايد يعني واسع، عكسها نارو يعني ضيق. وايد واسع وعكسها نارو ضيق. crowded يعني مزدحم وعكسها empty يعني فارغ. modern حديث او عصري، وعكسها old يعني قديم او ancient يعني ايه؟ عتيق. noisy يعني مزعج وعكسها quiet يعني هادئ. better يعني افضل وعكسها worse يعني اسوأ. high يعني عالي وعكسها low يعني منخفض. طبعا دي تعريفات study these definitions يعني ندرس هذه التعريفات، بتبقى عبارة عن جملة بنصف بيها المصطلح دوت. يعني كلمة bridge يعني ايه؟ كوبري. واللي something شيئا ما used for people يستخدم للناس and cars والسيارات to cross a road or a river عشان يعبروا طريق او ايه؟ او نهر. city يعني ايه؟ مدينة، يعني a large town. city a large town. crowded يعني مزدحم. where there are many people حيث يوجد الكثير من الناس. where there are many people. depth يعني عمق. measuring water قياس الماء from the top to the bottom. measuring water يعني قياس الماء from the top من القمة to the bottom يعني ايه؟ القاع. empty يعني فارغ without any people or things in it يعني بدون أي ناس أو أشياء فيها، حاجة فاضية يعني. low يعني منخفض. not far from the top ليس بعيدا عن القمة to the bottom إلى القاع of something يعني المسافة من القمة للقاع مسافة صغيرة جدا. modern يعني حديث. relating يعني مرتبط أو يخص to the present بالحاضر not old وليس الماضي أو الأشياء القديمة. narrow يعني ضيق. not far from one side of something ليس بعيد من جنب شيئا ما to the other إلى الجنب الآخر يعني من الجنب ده للجنب ده. not far ليس بعيد يعني not wide يعني ليس واسع. noisy يعني ايه؟ صاخب أو مزعج. making a lot of noise يعني يعمل كثير من الضوضاء. not quiet ليس هادئ عكسها quiet. pyramid يعني هرم، pyramid. a large building مبنى ضخم.
that is square مربع at the bottom في القاعدة with 4 triangle sides بأربع جوانب forming ويكون a point نقطة at the top في القمة. quiet يعني ايه؟ هادئ، يعني not noisy يعني ليس مزعج، يعني without making much noise بدون عمل ضوضاء كثيرة. tower يعني برج. a tall narrow building يعني مبنى طويل وضيق، مبنى عالي طويل فوق وضيق. wide يعني واسع، يعني far from one side of something to the other يعني من الناحية ديت للناحية ديت المسافة بعيدة. far from one side of something to the other. not narrow يعني ليس ضيق. farther اللي هي صفة الدرجة التانية اللي هي الcomparative of far، يعني far يبقى far بتبقى farther than أو further than، يعني اما تبقى بالإيه اما تبقى بالإيه باليو. at a bigger distance على مسافة كبيرة. طول يعني إيه؟ طويل. more than usual height، more than يعني أكثر من usual height الارتفاع العادي. not short يعني ليس قصير. tunnel يعني إيه؟ نفق. something you can go through ممكن تمشي خلاله to travel under the sea عشان تسافر تحت البحر or through a mountain أو عبر إيه؟ جبل. يعني how زاد الصفة أو what زاد الاسم. يعني ممكن أقول how high أو what height، وممكن أقول how wide استحيا مصر بريدج أو what width، يعني how wide زي what width هي how wide استحيا مصر بريدج زي what width استحيا مصر بريدج. how old يعني إيه؟ كم العمر. are the pyramids بتساوي what age زي how old what age are the pyramids. ده جدول بيوضح الصفات والأسماء، يعني how الصفة أو what والاسم. يعني how deep يعني عمق بيساوي what depth يعني ما العمق. ماشي. how long كم الطول بيساوي what ايه length يعني ما الطول. how old بيساوي what age. how high أو how tall بيساوي what height. how much كم الكمية بيساوي what quantity. و how much كم السعر بيساوي what price. how many بيساوي what number. how wide كم عرض بيساوي what width. بيقول لك ممكن نستخدم الصفة، يعني استخدام صفات غير مضاف إليها أي إضافات بعد التعبيرات، يعني لو حاجة عن المقاييس بتبقى الصفة في النهاية وما بتحطش بعدها اسم تاني. It's 146 meters high يعني ارتفاعها 146 متر. It's about 25,000 meters long أو هي طولها حوالي 25,000 متر. يبقى تاني حاجة لما تبقى نسل بويتش يعني أي بيجي بعدها الاسم اللي أنا عايز أقارنه وبعدين is وصفة المقارنة اللي هي في الدرجة التانية، مثلا faster أو heavier وطرف المقارنة الأول وكلمة or وطرف المقارنة التاني. يعني which animal أي حيوان is faster أسرع. a horse or a donkey يبقى هنا نقول a horse is faster الحصان أسرع، وممكن أقول a horse is faster than a donkey يعني الحصان أسرع من الحمار. which thing أي شيء is heavier أيهما أثقل. a book or a pencil يبقى هنا نقول a book is heavier الكتاب أثقل. ملحوظة عند عدم التأكد من العدد والكمية بنستخدم بعض التعبيرات زي more than يعني أكثر من، أو just under يعني أقل من، أو about يعني حوالي. مستر أيمن may be more than يعني مستر أيمن ممكن يكون أكثر من 40 years old أكثر من 40 سنة. بيقدروا يعني هو مش عارف بالظبط ويقول لك ممكن يكون أكثر من 40 سنة. مستر أشرف has got about 50 students in his class يعني مستر أشرف معاه حوالي 50 طالب في فصله. ممكن أختصر بعض الكلمات لوحدات القياس اللي هي السنتيمتر بالسي ام والكيلومتر بالكي ام والمتر بالام والكيلوغرام بالكي جي. تعبيرات هامة under the ground يعني تحت الأرض اللي هو المترو طبعا بيمشي تحت الأرض. the center of Cairo center of Cairo يعني وسط القاهرة. be better يعني يكون أفضل حالا أو يتحسن، يعني أقول he is better يعني هو أفضل حالا. be يعني طبعا am و is و are. في do better يعني يؤدي بشكل أفضل، و get better يعني يتحسن حالته الصحية. be worse يعني يكون أسوأ زي be better عكس be better، يعني be better يكون أفضل be worse يكون أسوأ. better for يعني أفضل لي. give an exact number يعني يعطي رقم دقيق يديك رقم بالظبط، يعني give an exact number. has worse traffic يعني بها ازدحام مروري، يعني مش بها مرور أسوأ يعني بها المرور بتاعها سيء يعني زحمة. which is more modern يعني أيهما أحدث، حاجة حديثة عن الأخرى. crowded يعني مزدحم بيه. make it noisier يعني يجعلها أكثر ضوضاء، أو make it quieter يجعلها أكثر هدوءا، يعني ممكن make it noisier و make it quieter. easy for يعني سهل لي، easy for me يعني سهل لي مثلا. go over the Nile يمر من فوق النيل. go under the sea يعني يمر من تحت البحر.
go down that road يعني يسير في هذا الطريق. listening قلنا نص listening دوت بيبقى موجود مع المستر طبعا وفي الأسئلة بتاعته في الكتاب. listening اللي هو الاستماع lesson 1 student book page 13. the pyramid of الكاستيلو in تشيشن إتزا يعني هرم كاستيلو في مدينة تشيشن إتزا في المكسيك is 30 meters high يعني ارتفاعه 30 متر الهرم دوت. the تحيا مصر بريدج كوبري تحيا مصر is about 540 meters long يعني طوله كده بالطول الأفقي حوالي 540 متر. more than 37,500,000 people live in Tokyo Japan يعني أكثر من 37,500,000 نسمة بيعيشوا في طوكيو في اليابان. the leaning tower of بيزا يعني برج بيزا المائل is just under أقل من 850 years old أقل من 850 سنة. the Gotthard tunnel يعني نفق جوتهارد in سويسرلاند في سويسرا is 2.3 يعني 2.3 كيلو متر under the ground تحت الأرض يعني 2.3 كيلو متر تحت الأرض. ناراتور 1 كلمة ناراتور يعني راوي. how long is the Cairo Alexandria desert route how long يعني كم الطول. how long is the Cairo Alexandria desert route يعني كم طول طريق مصر اسكندرية ايه الصحراوي. it's 220 كيلومتر long يعني طوله 220 كيلومتر. ناراتور 2 how deep يعني كم العمق. is lake بايكال in Russia يعني كم عمق بحيرة بايكال في روسيا. رشا يعني روسيا وليك يعني بحيرة. قول it's 1642 meters deep يعني عمقها 1642 متر. how high يعني كم الارتفاع لأعلى يعني. how high is أبراج البيت كلوك تاور in سعودي أرابيا. how high يعني كم ارتفاع أبراج البيت كلوك تاور اللي هو برج الساعة في المملكة العربية السعودية. it's 601 أو 601 مترس هاي يعني ارتفاعه 601 متر لأعلى. ناراتور 4 الراوي الرابع بيقول how old is the Luxor temple how old يعني كم عمر المعبد الأقصر. it's just under إنه أقل من 3500 years old أقل من 3500 سنة بقليل يعني. ناراتور 5 how many people live in Cairo كم عدد الناس بيعيشوا في القاهرة. more than أكثر من 20 مليون people أكثر من 20 مليون شخص. تعبيرات من كتاب الورك بوك بيج 77 صفحة 77. 48 مليون يعني 48 مليون. 287,000 200 يعني ايه 287 ألف. 252 يعني 252. 6 مليون يعني 6 مليون 400 و 412 ألف يعني 6 مليون و 412 ألف. قلنا listen to الدرس الثاني student book page 15 ده نص القراءة. how much do you know about pyramids يعني ماذا تعرف عن الأهرامات أو كم تعرف عن الأهرامات تعرف إيه عنها يعني. let's compare هنا نقارن two pyramids هرمين in Egypt في مصر. the great pyramids of Giza the great pyramid of Giza يعني هرم الأكبر في الجيزة is 146 meters tall ارتفاعه 146 متر. it's taller than the red pyramid إنه أطول من الهرم الأحمر which is 105 meters tall ارتفاعه 105 متر. but the red pyramid ولكن الهرم الأحمر is further أبعد further away يعني أبعد from the center of Cairo من مركز القاهرة so لذلك it's less crowded وأقل ازدحاما. less لصفة الدرجة الثانية لكلمة little less than the least. less crowded with visitors يعني أقل ازدحاما بالزوار because it's less crowded it's also quieter وإنه برضه إيه أهدأ. now let's compare يلا نقارن two very tall buildings مبنيين طوال. the Shanghai Tower برج شنغهاي في الصين in China is 632 meters tall يعني طول 632 إيه متر. The first tower أول برج opened اتفتح in 2015 في 2015. the الحمراء tower in كويت برج الحمراء في الكويت is 412.6 يعني 412.6 متر طول ارتفاع 412. the building المبنى first opened اتفتح أول مرة in 2011 في 2011. so the Shanghai Tower is taller أطول and more modern وأحدث than الحمراء tower in الكويت وأحدث من برج الحمراء فين في الكويت. finally أخيرا we are going to compare two capital cities. أخيرا سوف نقارن بين عاصمتين أو مدن العواصم. Bangkok became the capital of
تايلاند أصبحت عاصمة تايلاند about 600 years ago منذ حوالي 600 سنة. So لذلك it's much older than برازيليا. لذلك هي أقدم من مدينة برازيليا. برازيليا is a modern city. برازيليا is a modern city يعني مدينة برازيليا مدينة حديثة. The Brazilians البرازيليين built it بنوها in 1960. لما اجي اقرا السنة ديت بقسم 19 لوحديها و60 لوحديها يبقى 1960. More people المزيد من الناس أو الكثير من الناس live عاشوا in Bangkok than برازيليا أكتر من برازيليا. The population of Bangkok is more than 10 million يعني سكان مدينة بانكوك أكثر من 10 مليون. The population of برازيليا وسكان مدينة برازيليا is 4.5 مليون حوالي 4.5 مليون. نلاحظ إن لما بيجي كلمة مليون قبلها رقم ما بنجمعهاش يعني ما نقولش 10 مليونز بنقول 10 مليون وهنا 4.5 مليون. So لذلك how did you do it يعني كيف حلتها أو وجدت الإجابة. Did you get the answers correct هل وجدت الإجابات صحيحة. Question number 1 why is the Great Pyramid more crowded than the Red Pyramid ليه الهرم الأعظم أكثر ازدحاما من الهرم الأحمر. Because it's nearer to the center of Cairo لأنه قريب من وسط القاهرة. Because it's nearer to the center of Cairo لأنه قريب من وسط القاهرة. Number 2 what is the capital of Thailand. What is the capital of Thailand يعني ما عاصمة تايلاند اللي هي بانكوك the capital of Thailand. نحل بقى الأسئلة مع بعض. Exercise on vocabulary. Choose the correct answer from A, B, C or D. Key vocabulary. Number 1 Cairo Alexandria desert to نقط is 220 kilometers long يعني طوله حوالي 220 كيلومتر يبقى ايه رود يعني طريق. كلمة river يعني نهر. pavement يعني رصيف شارع وستريت يعني شارع. بانكوك is a very نقط city مدينة نقط. there are too many people في ناس كتيرة جدا there هناك crowded يبقى crowded مزدحمة لأن ينبت يعني فارغة وكويت يعني هادئ وقام يعني هادئ. Egypt مصر is a great نقط in the middle east مصر ايه في الشرق الأوسط is a great country in the middle east في الشرق الأوسط. Egypt مصر has a نقط of about 102 million people has a population ولا pollution ولا weather ولا transport population اللي هو السكان فيها سكان تقدر بحوالي 102 مليون نسمة. Number 5 تحيا مصر نقط goes over the Nile in Cairo pyramid tunnel tower bridge يبقى تحيا مصر bridge كوبري تحيا مصر يمر فوق النيل في القاهرة. we need to buy نحتاج أن نشتري some more water بعض المزيد من الماء. this bottle هذه الزجاجة is empty crowded noisy small empty فارغة. بانكوك is the north of Thailand island جزيرة river نهر country capital عاصمة تايلاند. The Great Pyramid was built thousands of years ago يعني الهرم الأكبر اتبنى منذ آلاف السنين. So it's a نقط building هو مبنى نقط ancient ولا modern ولا new ولا crowded. ancient building مبنى قديم أو عتيق. modern يعني حديث أو عصري و new يعني جديد و crowded يعني مزدحم. About 500,000 visited Egypt last April. tourists يعني حوالي 500,000 سائح زاروا مصر في أبريل الماضي. Many نقط came to visit the museum today. Many visitors, many centers, many statues, many objects. Many visitors الكثير من الزوار أتوا لكي يزوروا the museum المتحف today. The Suez Canal قناة السويس the Mediterranean Sea البحر المتوسط and to the Red Sea بالبحر الأحمر. links تربط إنما هنا describes يعني تصف و lifts يعني ترفع و builds يعني تبني. definitions التعريفات is measuring water قياس المياه from the top to the bottom من القمة للقاع. size depth width height depth اللي هو العمق. something you can go through ممكن تمشي خلاله to travel under the sea تسافر تحت البحر or through a mountain أو عبر الجبل is called يسمى tunnel يعني نفق. bridge قلنا كوبري وبيراميد يعني هرم وتاور يعني ايه برج. Can you not me an exact number of daily visitors ممكن تديني رقم بالظبط للزوار اليوميين. have ولا leave ولا give ولا make. Can you give me. English الإنجليزي is easier أسهل me بالنسبة لي to study than math من الرياضيات. for me أسهل بالنسبة لي إن أنا أذاكره عن الرياضيات. speaking مهارة التحدث. talking about measurements يعني الحديث عن القياسات. لما اتكلم عن القياسات اما استخدم how old او how deep او how high او how many او how long. فبقول هنا how long is the Cairo Alexandria desert route يعني كم طول طريق مصر اسكندرية الصحراوي.
It's about إنه حوالي 220 kilometers long، يبلغ طوله حوالي 220 كيلومتر. How old is Luxor temple؟ How old is Luxor temple يعني كم عمر معبد الأقصر. How old يعني كم عمر. It's just under إنه أقل من 3500 years old، أقل من 3500 سنة. How deep is Lake Baikal in Russia؟ How deep is Lake Baikal in Russia؟ كم يبلغ عمر بحيرة بايكال في روسيا. It's 1642 يعني إنه 1642 متر. deep under the water تحت الماء، إنه يبلغ عمقها 1642 متر تحت الماء. How high is أبراج البيت clock tower in سعودي أرابيا؟ How high يعني كم ارتفاع أبراج البيت clock tower برج الساعة، كم يبلغ ارتفاع أبراج الساعة في المملكة العربية السعودية. It's about 601 meters long، ارتفاعه يبقى حوالي 601 مترس هاي. يبقى هاو هاي يبقى it's 100 ارتفاع، يبقى it's about 601 مترس هاي. How many people live in كايرو؟ كم عدد الناس اللي بيعيشوا في القاهرة؟ more than أكثر من 20 مليون people live in كايرو، أكثر من 20 مليون شخص بيعيشوا في القاهرة. exciting places in Egypt أماكن شيقة في مصر. طبعا ده في كتابة الباراجراف، جمل مهمة في كتابة الباراجراف writing، ده من كتاب المعاصر صفحة 71 page 71. Number 1 we live in an amazing world. we live in an amazing world نحن نعيش في عالم مذهل أو عالم مدهش. There are many exciting places to visit in Egypt. There are many exciting places to visit in Egypt. هناك الكثير من الأماكن الممتعة أو الشيقة لتزورها في مصر. In Egypt في مصر there are many pyramids. In Egypt في مصر there are many pyramids. هناك العديد من الأهرامات في مصر. The Great Pyramid الهرم الأكبر is more crowded than the Red Pyramid. The Great Pyramid الهرم الأكبر أو الهرم الأعظم is more crowded أكثر ازدحاما than the Red Pyramid because it's nearer to the center of Cairo لأنه أقرب من مركز القاهرة. The Great Pyramid is taller than the Red Pyramid. The Great Pyramid الهرم الأكبر is taller than the Red Pyramid أطول من الهرم الأحمر، لأن الهرم الأكبر ارتفاعه 146 متر إنما الهرم الأحمر ارتفاعه 105 متر. وبكده نكون انتهينا من الجزء الخاص بالمفردات من الدرس الأول والثاني من الوحدة الثامنة، وإن شاء الله الحصة الجاية هنكمل مع بعض الجزء الخاص بالجرامر وهنشرح الادجكتيفز اللي هي الصفات. يا ريت لو كنت أول مرة بتشوفنا ما تنساش تدعمنا بعمل سبسكرايب للقناة وعمل إعجاب بالفيديو وعمل شير ليصل لأكبر عدد من الطلاب. شكرا لكم، كان معكم مستر عيد سالم وبالتوفيق إن شاء الله.